السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليومين دول في جدل كبير جدا حوالين أحجام الشاشات. ناس بتقول الشاشات الكبيرة ضخمة ومش ضروري، وناس تانية بترد بتقول كل ما تكبر الشاشة التجربة تبقى أقوى، خصوصا بعد ما شفنا شركات نزلت أحجام شاشات لحد 116 بوصة. بس السؤال الحقيقي، هل فعلا الحجم الكبير هو الأفضل في كل الحالات؟ ولا ممكن يكون عندك شاشة ضخمة بس مش مناسبة للمكان؟ النهاردة هنتكلم ببساطة عن ازاي تختار الحجم المثالي لشاشتك بحسب مساحة البيت أو حتى عرضة الجدار اللي هتركب عليه الشاشة. أهلا وسهلا بيكم، أنا عصام محسن في عالم التكنولوجيا. ولو أول مرة تشوفني اشترك في القناة واعمل لايك وشير للفيديو وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. أول حاجة لازم تعرفها إن حجم الشاشة بيتقاس بالبوصة اللي هو الإنش، وده بيكون من الزاوية للزاوية بشكل مائل مش بالعرض أو الارتفاع. بس السؤال المهم، هو أنا أختار الحجم إزاي؟ الجواب بسيط جدا، في قاعدتين ذهبيتين لازم تعرفها. القاعدة الأولى، المسافة بينك وبين الشاشة وحجم الجدار. القاعدة الثانية، جودة الصورة والدقة. يعني الكلام ده، أول حاجة لازم تعرفها إن الشاشة مش مجرد رقم بالبوصة، دي تجربة بصرية كاملة. كل ما الشاشة بتكبر الإحساس بالمشهد بيزيد، بيخليك فعلا تحس إنك جوه الفيلم نفسه. الحجم الكبير يساوي تجربة سينمائية حقيقية. لما تشوف فيلم أو مباراة على شاشة 75 أو 85 بتحس إنك في السينما، كل تفصيلة بتبان وكل حركة واضحة جدا. وعشان كده اللي جرب الشاشة الكبيرة صعب جدا يرجع للأحجام الصغيرة. ودلوقتي في شاشات وصلت ل 116 بوصة، ودي بيخليك تحس إنك عندك سينما شخصية في بيتك. زمان كنا بنخاف من الشاشات الكبيرة علشان الصورة كانت بتبكسل، لكن مع تقنية ال 4K وال 8K الصورة بقت حادة وواضحة جدا حتى على أكبر المقاسات. يعني بالعكس، الشاشات الكبيرة هي اللي بتخليك تكتشف قوة التفاصيل والدقة الحقيقية. مساحة الجدار أهم من مساحة الغرفة. ناس كتير بتفكر في مساحة الغرفة، لكن الحقيقة أن عرض الجدار هو اللي بيحدد الشكل النهائي. لو عندك جدار واسع حتى لو الغرفة صغيرة، اختار الشاشة الكبيرة، هتديك مظهر فخم ومتناسق. أما الشاشات الصغيرة على جدار واسع بتظهر كأنها غير ملائمة للمكان وغير متناسقة مع شكل الجدار. الشاشات جزء من ديكور المكان، مش مجرد حاجة معلقة على الحيط، بل بالعكس بتديك لمسة فخامة وعصرية لأي غرفة. ودي كمان بيخلي الضيوف أول ما يدخلوا عينيهم تروح على الشاشة، لأنها بتدي طابع أنيق ومميز للمكان. دليل سريع لاختيار الحجم المناسب تقريبيا، الصورة اللي قدامك مبينة ليك الحجم الموصي به ونوع المكان أو الجدار. 43 إلى 50 بوصة غرفة صغيرة أو نوم، 55 إلى 65 بوصة صالة متوسطة، 75 إلى 85 بوصة جدار واسع وصالة كبيرة، من 98 إلى 116 جدار واسع وصالة مفتوحة. في النهاية اختيار حجم الشاشة مش بس قرار شراء، دي قرار تجربة. ولما تختار شاشة كبيرة انت مش بتزود بساط، انت بتزود إحساس ومتعة وتفاصيل. خليك دايما فاكر، الشاشة الصغيرة تفرجك على المشهد، لكن الشاشة الكبيرة تعيشك جواه. خلي التكنولوجيا ببيتك تبقى تجربة مش مجرد جهاز. قناة عالم التكنولوجيا هتخليك دايما سابق بخطوة. ولسه مكملين في سلسلة تطور الشاشات من مواصفات ومميزات. انتظروني في الحلقات القادمة، وأتمنى المتابعة والاشتراك في القناة عشان يوصل لك كل جديد.